مش عارفة اوصفها لك ازاي، بس كأن انتي بيبي صغير، تمام، وعارفة الناس ماشية ازاي، تمام، شايفة الناس حواليكي ماشية فعايزة تمشي زيهم. قمتي بقى وقفتي على رجلك، كل شوية تتخبطي في حتة وتقعي، كل شوية تتخبطي في حتة وتقعي. هل معنى ده ان انت مش هتمشي طول حياتك؟ لا، هتمشي، بس استحملي. النسخة اللي جواكي عمرك ما هتقدري تخرجيها الا وعرفتي هي ايه الاول، انت مين. طبعا الظروف دي ما جاتش كده هباء، الظروف دي انت خلقتيها بايدك. الظروف دي خدت من صحتك النفسية، من طاقتك، من تركيزك، من حياتك، من عمرك، من صحتك، من كل حاجة. اخر حاجة بقى، ودي بصراحة حاجة مهمة جدا 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 جدا، وممكن ما ناخدش بالنا منها. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو النهاردة بعنوان ازاي تخرجي احسن نسخة منك. الحقيقة ان انا عملت لكم فيديو قبل ده، وقعدت صورته في ساعتين، تمام، ومنتجته في اسبوع على ما حضرت الفيديو. بس في الاخر لما جيت اتفرج على الفيديو كأي حد هيتفرج عليه زيكم مثلا، بعيدا عن انا اللي قايله خالص، بس الفيديو كان معمول بسكريبت، وسكريبت تقليدي جدا يعني، جاي بقى مثلا بالخطوات العلمية والدقيقة، وازاي نخرج احسن نسخة علميا وبشكل بحذافيره، وكما قال الكتاب. لما جيت اسمع الفيديو لقيته ان هو تحس ان هو مش شبهنا، او كلامه بس، بجد كلامه بس. الكلام اللي دايما مكتوب في الكتب بتاعه التنمية البشرية او كتب تطوير الذات، عمره ما كان بنفس الواقع، او عمره ما كان زي الواقع. يعني زي ما بيقولك اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا، انت بتعملي، بس بتلاقي الواقع بيفاجئك بحاجات غريبة ومشاكل وتحديات أغرب. وما كانش عندك المرونة النفسية والصلابة النفسية اللي تخليكي تقدري تعدي بكل ده، ويكون عندك اليقين الثابت جواكي بربنا ثم نفسك، صدقيني مع أول مشكلة هتنهاري وتقعي في الأرض. أنا غايبة عنكم بقالي فترة، تمام. أنا ممكن هسيب لكم الفيديو اللي أنا اتكلمت فيه عن إزاي تخرجي أحسن نسخة منك كما قال الكتاب، هسيبه لكم. والفيديو ده اللي هو أنا بنقلك تجربة، ليس إلا تجربة حقيقية من واقع شخصية كانت بتحلم بأحلام كتير جدا، وواجهت صعوبات كتير جدا، ولسه ما زالت بتواجه، ولسه الدنيا زي الزفت وصعبة جدا، ولكن بتسعى وبتجتهد إن هي تحقق حلمها. ومهما تواجهها الدنيا تعاندها أو تواجهها صعاب كتير، هي مصممة ومكملة رغم ان هي بتتعب وبتزعل وبتحزن وبتكتئب وبتقفل على نفسها وبتحبط، وفجأة تلاقي الدنيا سودة، بس يقينها ثابت وإيمانها ثابت إن ربنا شايف كل شيء، وعارفة إن كل مجتهد نصيب، وفي النهاية إن شاء الله هتكون خير. ومستحيل تعبها ده يروح في الفاضي أو يعدي كده هباء كأن لم يكن. شيء مش منطقي، صح؟ ان انت تتعبي وتسهري وتجتهدي وتذاكري وتسعي وتسافري وتتعبي وتتمرمطي، وكمان تشوفي بلاوي سودة وتتعاملي مع ناس مؤذية وتعدي وتحاولي وتحاولي وتحاولي، في الآخر كل ده يروح هباء. تهيألي حاجة توجع القلب. لا، ربنا أحن وأكبر وألطف من كده بكتير. ربنا سبحانه وتعالى لما بيشوف سعيك واجتهادك وإيمانك وإصرارك باللي جواكي، صدقيني مهما مريتي ومهما شفتي بلاوي، بيجي وقت كده تحس ان ربنا بيطبطب عليكي فيه، فبيقولك خدي بقى انتي مصممة اهو. انا كنت بقيس صبرك وإيمانك وقدرتك على تحمل ده، عشان كده أنا بكافئك وبديك الحلم اللي انت بتجري عشانه، بس في الوقت المناسب. لازم تعرفي ان انت هتوصلي، بس امتى؟ ده عند ربنا. بكلمك النهاردة من مكتبي الجديد، في شغلي، في مكان خاص بيا. كان حلم ولسه مازال حلم، هو اكتمل كتجهيز وفرش وكل حاجة، لكن كشغل وعمل فعلا زي ما انت بتحلمي في كل كورنر كده تشوفي حاجة معينة، في كل مكان فيه بتشوفي حاجة معينة من أحلامك.
هل هتكمل؟ وهل الكورنر أو كل مكان هيكون فيه الحاجة اللي انتي بتحلمي بيها؟ إن شاء الله. هصور لكم لقطة سريعة بالمكان، مكاني الجديد، لسه الافتتاح ما بقالوش أسبوع. كان حلم من أحلامي. لحظة. طبعا في مكان تاني بره، بس دي الأوضة بتاعت المكتب بتاعتي. يلا ارجعي ورا تاني، ارجعي ورا تاني، يلا نكمل. فأحسن نسخة منك عمرها ما هتطلع كما قال الكتاب، أو بإرشادات معينة، أو بتكنيك معين، أو بواحد اتنين تلاتة أربعة النسخة دي هتخرج لما تعملي كذا وكذا وكذا. كل ده هبل. كل ده هو مش هبل، هو علميا بس الواقع غير اللي مكتوب في الكتاب نهائي. أنا بحب كتب التنمية الذاتية وتطوير الذات. أنا بحبهم وبحب أقراهم، يعتبر أكتر قرايتي في النوعية دي. بس لما تيجي تطبقي ده على أرض الواقع، عارفين لما، مش عارفة أوصفها لك إزاي، بس كأن أنتي بيبي صغير، تمام، وعارفة الناس ماشية إزاي، تمام، شايفة الناس حواليكي ماشية فعايزة تمشي زيهم. قمتي بقى وقفتي على رجلك، كل شوية تتخبطي في حتة وتقعي، كل شوية تتخبطي في حتة وتقعي. هل معنى ده ان انت مش هتمشي طول حياتك؟ لا، هتمشي، بس استحملي. لان اللي بيتحاول يمشي في الاول لازم يقع مليون وقعة على ما يجمد ويعرف يقف على رجليه. هي نفس الفكرة. فالنسخة اللي جواكي عمرك ما هتقدري تخرجيها الا لو عرفتي هي ايه الاول. انت مين؟ او انت حاسه من جواكي بانك عاوزه ايه. احنا لينا شخصين، احنا لينا نفسنا الذاتيه اللي جوه نفسنا، احنا الطبيعيه الفطريه اللي ربنا خلقنا بيها، ولينا شخص تاني خالص المجتمع هو اللي بيربيه وبينشأه وبيصور له هيكل كده، او بينشأ له هيكل كده وبيقول له اتفضل البس ده. ده اللي انت هتعيش فيه في وسط المجتمع اللي احنا عايشين فيه، زي ان كان بقى مثلا عيله محافظه ومتشدده جدا، او عيله اوبن مايند وعادي جدا والموضوع عادي وبسيط. فعلى حسب ما بتكون البيئه اللي انت اتولدتي فيها بيشكل لك الصوره الهيكليه دي انت بتلبسيها. فجواكي بيكون شيء وبراكي بيكون شيء تاني، او اللي انت لابساه او الشخصيه بتاعتك اللي هي خاصه بالبيئه اللي انت عايشه فيها دي بتكون حاجه تانية. فقليل جدا اللي بيكون الشخصيه اللي جواه او الطبيعه الفطريه اللي ربنا خلقه بيها بتتناسب او ماشيه معاه او ما بتتعارضش تماما مع الواقع اللي هو عايش فيه. فده بيكون نادرا جدا اللي هو انت محظوظ. عشان في ناس لحد الآن عايشة في صراع داخلي، إن أنا جوايا شيء وبحلم بشيء وبحلم إن أنا أخرج ده، وما حواليا ظروف وبيئة بتتعارض معارضة فظيعة مع اللي أنا عايز وبحلم بيه. لسه في ناس عايشة في الصراع ده لحد دلوقتي. فالأول إنك تعرفي أنت مين من جوه، أنت عايزة إيه. مش هديكي ده بمثال شخصي، لكن أنا كنت مشتتة ما بين اتنين: شخص طموح، شخص عايز يحلم، شخص عارف هو مين وعايز يطلع للدنيا، فجأة لقى الدنيا مقفولة، هو مقيد بقيود معينة بتقول له ما ينفعش تطلع بره الإطار ده، أنت آخرك هنا. طبعا صراعات طويلة ما بين اللا والآه، اللي ينفع أو ما ينفعش، لحد ما بقى في ظروف انت خلقتيها ووجدتيها تسمح لك بده. طبعا الظروف دي ما جاتش كده هباء، الظروف دي انت خلقتيها بايدك. الظروف دي خدت من صحتك النفسية، من طاقتك، من تركيزك، من حياتك، من عمرك، من صحتك، من كل حاجة، علشان الظروف دي تتهيأ وتوجد لك فرصة انك حتى تخرجي جزء من اللي بتحلمي بجواك، او تخرجي جزء من الشخصية اللي انت بتحبيها او شخصيتك الحقيقية. انا الجزء ده عشان اخرجه لازم ادفع ضريبه. لازم تدفعي ضريبه على الاقل، يا اما من صحتك النفسيه، يا اما من وقتك، يا اما من صحتك انت البدنيه. حاجات كتير. يعني زي الست اللي بتحلم يكون عندها كارير خاص بيها او تعمل شغل خاص بيها، بس فجاه لقيت ده اتوجد، او حسته ان هو نبت جواها وصحي جواها، ده عشان هي دخلت نفسها في الاطار ده، دخلت نفسها
في الحياة الزوجية من غير أصلا ما تفهم شخصيتها ولا تكتشف هي عايزة إيه، أو إن شخصيتها تكتمل أو تنضج بشكل كامل. عشان كده فجأة لقيت نفسها محبوسة في داخل قفص خاص بيها بيقول لها إحنا عاوزينك أنتي، إحنا عايشين بيكي. فبقت مشتتة ما بين اللي هي عاوزاه واللي بين اللي المفروض تعمله. فعشان كده هنا بيكون الصراع الداخلي، وأنا كنت في الصراع ده لحد ما بتوجد انت بقى عايزة تطلعي للدنيا وتحققي الكارير بتاعك. فقدامك حل من الاتنين، يا إما ترمي دول ورا ظهرك، أو إن انت تحاولي توفقي ما بين ده وما بين ده. طبعا انت اللي هتتهرسي في النص، فغصب عنك. إن حقيقي الطموح والأحلام بتكون على قد ما هي هبة من ربنا سبحانه وتعالى، على قد ما بتكون عبء على صاحبها وحمل كبير جدا على صاحبها. لأن غصب عنك تضطري إن انت تشتغلي بطاقة مضاعفة، تشتغلي بشخصين اتنين عشان توجدي وقت لده، يعني تدي ده حقه وتدي ده حقه. هنا الفكرة. ما علينا عشان ما اطولش عليكي. انت عايزة تكوني الشخص اللي بتحلمي بيه. اول حاجة تعرفي انت مين اصلا، انت عايزة ايه، انت انهي شخص من جوه. الشخص اللي بيحلم وعايز كارير، ولا الشخص اللي بيحب الهدوء والسكينة وعايز بيت مستقل بيه وعاوز يحقق السعادة والاستقرار في بيته. ده أو ده الاتنين صح، مفيش حد غلط، مفيش صح مطلق، أو مفيش أصلا سعادة مطلقة. السعادة انت اللي بتخلقيها بنفسك، انت اللي بتوجديها، انت اللي بتحسي بيها على حسب الحاجة اللي انت عاوزاها. مفيش سعادة في ليميت محدد، أو مفيش سعادة في المكان الفلاني. السعادة جواكي انت على حسب اللي انت عاوزاه. ممكن ناس ما تكونش بتشتغل أصلا، هي مكتفية بالبيت والأسرة والأولاد وحاسة بسعادة ورضا، هي صح. السعادة انت اللي بتحددها. تاني حاجة، تشوفي الشخصية اللي انت عايزاها دي أو اللي انت بتحلمي بيها دي هتمشي مع الواقع بتاعك ولا لأ، هتتناسب مع الواقع اللي انت عايشة فيه ولا لأ. بعد كده تبدأي تحطي ليها خطط، أو ترسمي طريق تخرجيها أو تمشيها فيه على حسب ما انت عايزة. بصي بقى، مش هديكي بقى الكلام العلمي، ومش هديكي الخطوات العلمية والمدروسة قوي، بس أنا هنقلك تجربة أنا عشت فيها من ألف للياء، ولسه عايشة ولسه مستمرة. أول حاجة اعرفي انت مين الأول. تاني حاجة اعملي لنفسك خطة أو ارسمي لنفسك طريق. اوعي تسمحي لحد لما تقولي له أنا بحلم بكذا أو جوايا كذا أصلا ما تقوليش. أحلامك تكون جواكي انت بس. مفيش حد في البداية بتقولي له أنا هعمل فبيصدق انك هتعملي. كله بيقلل، كله بيقولك مش هتقدري، ويفضل انك ما تقوليش اصلا، علشان لما يحصل او ما حصلش ما تبقيش انت في موقف مش كويس. ما تصرحيش باللي جواكي لحد ولا باللي انت ناويه تعمليه. بعد كده ما تصدقيش كلمه عن نفسك غير اللي انت مقتنعه بيه. لما مجرد اما تيجي هوس كده او كلمه في عقلك ان انا بحلم بحاجه معينه، هل انا اقدر احققها؟ لا، ده انا فاشله، او انا ما بنتظمش على حاجه، او ما اقدرش اعمل حاجه، او انا ما بعرفش اصلا اعتمد على نفسي، او ان انا اطلع للدنيا او اعمل او اعمل او اعمل. ما تصدقيش الكلام ده عن نفسك. اسألي نفسك الاول، الكلام اللي بيدور في عقلي ده صح ولا مجرد صوته بس؟ طيب صح ليه؟ منطقي انت. اسألي نفسك صح ليه، وانا شفت ايه من نفسي بيدل على ده او يثبت صحة الكلام ده. ما تكسريش مقاديف نفسك، ما تهزيش ثقتك بنفسك لمجرد هلاوس أو أفكار بتيجي في دماغك وبس وملهاش أي صحة. ده بيكون زي فكرة هوس بيجي كده أو شيطان بيطاردك إنك مش هتقدري تعملي حاجة. حتى أنت هتعملي إيه أصلا؟ أنت هتقدري تعتمدي على هتجيبي فلوس منين؟ هتعملي كل ده؟ كل لمجرد الأفكار اللي بتيجي في دماغك على فجأة دي كلنا طردتنا أو جت في دماغنا. بس انك تسيبي كل حاجة لوقتها افضل انك انت تقعدي تفكري وتدبري وتشوفي هتعملي وهتعملي ومفيش حاجة من دي بتتعمل. يفضل انك تسيبي كل حاجة لوقتها. الاهم انك تعرفي النقطة اللي جاية اللي انت داخلة عليها هي ايه وهتمشي فيها ازاي، احسن انك انت تجيبي النقطة العشرة وانت لسه في اول نقطة. تالت حاجة بقى، سيطري على نفسك شوية من حيث الانضباط العصبي. يعني انا طالعة من منطقة راحة،
يعني أنا طالعة من منطقة كلها نوم، كلها راحة، كلها أنتخة، فطبيعي لما أبدأ أشتغل أو أذاكر أو أتعب أو أفكر أو أعمل أي حاجة أحس بالخنقة والانزعاج والضيق. إيه اللي أنا دخلت نفسي فيه ده؟ كل ده طبيعي. أنت طلعتي نفسك من منطقة راحة زي ما تكوني قاعدة في التكييف ومأنتخة وطلعتي في الحر وشغالة وشقيانة وراحة وجاية وشايلة وحاطة وطالعة ونازلة. فأنت هتحسي بالتعب والإرهاق والإجهاد اصلا. ولما يكون كل شغلك على مخك او مذاكره او حفظ تحسي بالخنقه والانزعاج والضيق، اللي هو انا مش متعوده على الكلام ده، انا ما بحبش انا الوش ده. انت عاوزه تقبلي ده. احنا مش متعودين على الدوبامين الصعب. الفون خلى الدوبامين السهل سيطر على عقلنا، بقى هو اللي مستمر طول الوقت، اللي من الريلز والبوست والكومنتات والكلام ده كله. فبقى عندنا اللي احنا الدوبامين الصعب اللي هاجي من المذاكرة والقراية والكتابة، واللي هاجي من الإنجازات وحاجات كتير جدا أصلا خاصة بتطوير الشخصية والنمو الذاتي. كل ده اجيبه ليه؟ ما التليفون اصلا ببقى قاعده دماغي رايق على التليفون. بس فين ده؟ ده ملغي، ده مش موجود. عشان كده انت تحاولي تسيطري على اعصابك وعلى مزاجك، لان المرحله اللي انت هتدخلي جواها هتبقى عباره عن اريافه وزهق وتعب وضغط نفسي وارهاق وحاجات كتير جدا. بس هتبقى الفتره محدده لان طلعتي بره منطقه الراحه، والراحه لا تدرك بالراحه. يعني الراحه مش معناها الراحه. راحة دلوقتي مش راحة قدام، راحة عمر ما كان وراها راحة. هي دي الفكرة. فإنك تطلعي بره المنطقة دي هتمري بقى بمنطقة الزهق والأريافة، بعد كده الخوف، بعد كده التشتت، بعد كده الاستقرار والانضباط. من هنا تبقي عارفة الخطوات دي عشان تبقي عندك وعي باللي انت بتمر بيه، عشان ما قلة الوعي ممكن تخليكي ترجعي من نفس الطريق، تحسي ان المكان خطأ. لا، انت ماشية صح، بس كملي. بصوا بقى، اللي نفع معايا جدا ويعتبر أقوى سلاح في موضوع النمو الاجتماعي، وإنك تكملي وتمشي والموضوع يمشي معاكي بشكل كويس جدا جدا، كلك علاقات كويسة مجتمعية، هو الذكاء الاجتماعي. ما تبقيش شخص مدب، تبقيش مندفعة كده باللي هو اللي في جوايا بطلعه. لا، خلي عندك مرونة اجتماعية وذكاء اجتماعي، تعرفي تتعاملي مع الناس، تعرفي تتعاملي مع الناس بشخصياتهم أو انطباعاتهم دي تكون خاصة بيهم هم، انعكاس لشخصيتهم هم، مش رد فعل أو انعكاس ليك انتي أو اللي هم شايفينه. هم حرين يشوفوا اللي هم عاوزينه. تصرفاتهم وأفعالهم ملهاش علاقة بيكي انتي تماما كشخصية. كل ده بيكون نابع من الشخص، انعكاس منه هو. فأنا بقى بتعامل معاه بشخصيتي أنا، بانعكاسي أنا برضو. شخصيته تمد ليا بصلة. فإنك تعرفي تتعاملي مع كل شخص موجود قدامك بذكاء ومرونة، ساعتها انت هتبقي ماشية زي ما بيقولوا زي السكينة في الحلاوة، ماشية قشطة، ما بتعطليش تمام. هتحنطري، سوري، هتنحري، ساعتها تلاقي مشاكل بتحط عليكي من علوم الغيب. ساعتها أصلا هتلاقي كل اللي كان مستمر وشغال بدأ يقف ويجيلك فيه مشاكل. فجأة بقى ده ماشي وده ماشي وده ماشي وده شغال وده شغال وده شغال. فجأة كل حاجة بدأت، شفتي فتلة الصوف بدأوا يكروا ورا بعض كده، المشاكل ما بقتيش ملاحقة عليها. خليكي مرنة ذكية، تعرفي تتعاملي مع الناس. غير كده انت ليكي حدود وهو له حدود، تمام. العلاقات الاجتماعية لا تمد للحدود بصلة. انت ليكي حدود معينة، وانت تقدري تحطي للشخص اللي قدامك الحدود المعينة اللي ما يقدرش يتخطاها. الفكرة فيكي انت، مش في العلاقة نفسها او في الموضوع مجمل او في الموقف اللي انتوا فيه. لا، الفكرة فيكي انت. انت اللي تقدري تحطي الحدود للشخص اللي قدامك والحدود ليك انت كمان. الموضوع بيخرج بره، لا ساعتها ستوب. الحدود ملهاش علاقة أبدا بالعلاقات الاجتماعية. فمن هنا انت اللي هتحددي انت عاوزة تتعاملي ازاي وعلاقاتك تروح فين. آخر حاجة بقى، ودي بصراحة حاجة مهمة جدا 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 جدا، وممكن ما ناخدش بالنا منها، بس صدقوني يعتبر لو سقطتيها
انت هتلاقي نفسك بتتأذي نفسيا وانت مش حاسة ومش فاهمة المشاكل بتجيلك من، او التكسير النفسي ده، او الخنقة الذاتية دي، او اللي انت مش قادرة تكملي وتعملي مخنوقة كده ومضغوطة بسبب ايه؟ الصحبة. دوري على الناس الطموحة. البيئة المحيطة بيكي أقوى من إرادتك انت. الناس اللي بتصاحبيهم تأثيرهم عليكي أقوى من أي حاجة ممكن تقوليها لنفسك. أنا كنت محاطة بشوية ناس سلبيين زيادة عن اللزوم، فبقول مش هيأثروا عليا بحاجة. هم لهم تفكيرهم وأنا ليا تفكيري، هم لهم شخصيتهم وأنا ليا شخصيتي. مجرد بس ما بيشوفوا انت بتعملي ايه، تريقة سلبية، كلام يحرق الدم، انا كنت بسد وداني عنه، بس غصب عنك هتتأثري لان انت بشر مش روبوت. غصب عنك الكلام هيدور في دماغك، فجأة هتلاقي نفسك مخك خد الكلام ده وخزنه لوقت معين، بدأ يجي ويطاردك كده كأنه فلاش بيعدي غصب عنك. فبلاش تصاحبي أو تجوري أو تحاوطي الناس السلبية. صدقيني تأثيرهم عليكي ممكن انتي ما تشوفوهوش غير قدام. بتبقى حصيلة مجمعة كده من شوية طاقة سلبية، غصب عنك هتلاقيهم في وقت من الأوقات هاجمت عليكي وكسلتك وحبطتك، هيكي قعدتك في الأرض. فالطموح معدي والفشل معدي، الكسل معدي. اعملي لنفسك بيئة خاصة بيكي، الناس الطموحة، الناس الشاطرة، الناس اللي أعلى منك في المستوى العلمي الاجتماعي. صدقيني ده مش شيء كويس، ده مش شيء مش كويس، بالعكس. احنا بشر بنغير، عندنا غريزة فطرية، غريزة الغيرة. فلما تشوفي حد، مش ان انتي مش بتستكتري عليه، انتي حابة وحاسة ان هو شخص ذو قيمة، فالغيرة الفطرية اللي جواك تبقي عايزة تبقي زيه، غصب عنك هتبقي حابة انك تبقي زيه. انتي بتحبيه وبتتمني له خير، بس نفسك برضو انك تكوني زيه. هنا الفكرة. فهتغيري، وده هينعكس عليك انت بالاندفاع والتحفيز انك تكملي وتطلعي وتصدقي اللي جواكي لان غيرك وصل. هي دي الفكرة. فان انا اشوف غيري ناجح وفوق، فانا هصدق اللي انا بحلم بيه، وهصدق ان انا في يوم من الايام هبقى زيه فوق. فمن هنا الفكرة. جوري الناس الطموحة. اخلقي لنفسك دايرة من العلاقات الاجتماعية حتى لو على السوشيال ميديا تكون كلها ناس طموحة ومستواها عالي، علشان ينعكس ده عليكي. يعني عشان انت تكوني احسن نسخة من نفسك مش محتاجة ان انت تبدلي نفسك او تغيري نفسك، انت محتاجة بس انك تعدلي شوية افكار جواكي، يوضح لك شوية حاجات كده تبدأي تفهميها، عشان تبدأي تبقى عارفة انت هتطلعي فين وتروحي فين وتبدأي منين. ولو انت اصلا لسه ما اتجوزتيش، فنصيحة انا بقدمها لك من بعيد. لو انت حاسه او شايفه ان انت لسه ما عندكيش اي حاجه ظهرت جواكي من لا طموح ولا اهداف، ولا حاسه بحاجات تحفيزيه كده، ولا ميول ناحيه الشغل والناس اللي بتشتغل والناس اللي بتنجح وبتحقق كارير، ولا حتى حاسه ان انت نفسك يبقى عندك بيت واولاد واسره وتكوني اسره خاصه بيكي، لا ده ولا ده، حاسه ان انت في اللا شيء، استني على نفسك شويه. يمكن لسه الشخصيه ما اكتملتش، ما نضجتش، ما عرفتش هي عايزة ايه. لان انا كنت زيك، وعلى ما عرفت انا عاوزة ايه لقيت نفسي محبوسة في مكان لسه بوفق بينه وبين اللي انا عاوزاه. فالضريبة بتكون صعبة، والمعادلة علشان تظبطيها صدقيني هتاخد منك كتير جدا. فالنصيحة اللي بقدمها لك، لو لسه مش فاهمة نفسك فاستني عليها شوية.